ال SEO أكبر مضيعة وقت للشركات الناشئة، ده كان عنوان لفيديو عملته من 3 سنين وكنت غلطان جدا. دلوقتي جاي أقول لك ليه SEO هو أهم حاجة لشركتك خاصة في 2025. خلينا نتكلم ليه الدنيا اختلفت تماما. بص يا سيدي، دلوقتي في 2025 ال SEO بقى مش مجرد تحسين للبحث، ده بقى عنصر أساسي لنجاح أي شركة ناشئة. طب ليه ال SEO مهم؟ أول حاجة البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي والبحث بدون كليكات. دلوقتي محركات البحث زي جوجل بتدي الإجابة مباشرة للمستخدم، وده معناه إن محتواك لازم يكون جزء من الإجابة دي. الحاجة التانية الترافيك الأورجانيك مش ببلاش بس فعال. 53% من ترافيك المواقع بيجي من البحث الأورجانيك، أو النتيجة في جوجل لوحدها بتاخد 31% من الكليكات. الحاجة التالتة ال ROI عالي جدا. الشركات الناشئة اللي بتستثمر في ال SEO بتشوف عائد استثماري بيوصل ل 275%. رقم 4 تحسين البحث المحلي اللي هو اللوكال SEO. لو عندك وجود فعلي، تحسين محركات البحث المحلي بيجيب عملاء قريبين. رقم 5 البحث الصوتي مع أليكسا وسيري، لازم تضيف كلمات مفتاحية طويلة وطبيعية لاستراتيجيتك. المحتوى هو الملك. يعني ايه؟ نشر محتوى عالي الجودة باستمرار بيحسن ترتيبك في محركات البحث وبيجذب الجمهور المناسب. الهم بقى من كل ده تحليل البيانات وتطوير استراتيجيتك. استخدام ادوات زي جوجل اناليتكس عشان تعرف ايه اللي شغال وتعدل عليه. ال SEO مش موضة، ده عنصر اساسي لاستمرار ونمو شركتك الناشئه. لو لسه مش شغال عليه، الوقت دلوقتي عشان تبدا. اعمل لايك وشير للفيديو ده مع اي حد محتاج يبدا يشتغل في الاي سي او، وسيب تعليق لو عندك اي سؤال. ما تنساش تتابعني عشان تعرف اكتر عن التسويق في 2025.